بسم الله الرحمن الرحيم. زهقت بقى من سلق وشوي وتحمير الفراخ والطرق العادية؟ طب تعالي كده النهاردة هنسويها لك النهاردة من غير ولا نقطة مية. طب ازاي تعزمي عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هنعمل طريقة حلوة النهاردة لسلق الفراخ او طبخ الفراخ من غير ولا نقطة مية، ولا هنسلقها ولا نحمرها ولا كمان هنشويها. هنعزم عليها. هنعزم عليها. معايا حلة على النار، هنضيف فيها شوية خضار كده متقطعين، بصلاية بقى، طماطمية بقى، قرن فلفل بقى اخضر، وكمان جزرايه حلوه مسكره كده بقى. هننزل بقى على شويه الخضار الحلوين دول، هننزل بهم على الفرخه المتقطعين اللي احنا كنا غسلناها كويس ونقعناها في محلول ناعم قهر الزفاره اللي هو بتاع دود وما فيش زيه على اليوتيوب كله. بيمنع لك اي زفاره فراخ او اي طيور. عايزه تعرفي ايه هو المحلول اللي انا بعمله للفراخ او للبط او الحمام والكرشه والممبار كمان؟ بيمنع لك اي زفاره كده، اكتبي لي في التعليقات وانا ارد عليك. وهننزل كمان بقى على بقيه الخضار بتاعنا الحلو المسكرين دول اللي عيالك كلهم هيسوبوا الفراخ وهيشكلوا على شويه الخضار دوما وطعم الخضار. هو دي اللي فيه الخلاصه بقى. خلاص ضفنا شويه الخضار كده ونزلنا عليهم بالفراخ، وكمان ضفنا بقيه الخضار بتاعنا اللي احنا قطعناه. هننزل برشه فلفل اسود حلوه كده بقى، وكمان شويه كاري كمان كده حلوه كده، وكمان شويه من بهارات الفراخ بقى. وهننزل عليهم بشويه ملح ابيض بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. معاكم دودو من المنصورة. اتشرف بحضرتك، واكتبي لي في التعليقات انت بتتابعيني من اي بلد، واي سؤال اكتبه لي وانا ارد عليك على طول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. طريقة الفراخ دي بتبقى حلوة جدا وطعمها في منتهى الجمال، واهم حاجة عود القرفة وشوية الحبهان. بس كده بقى تسيب الفراخ تاخد وتدي مع نفسها بشكل ودي، وعايزاك تشم الريحة بجد خطيرة خطيرة. شوية الخضار المسكرين مع شوية البهارات اللي احنا حطيناها، وقلبي كل المكونات دي. امسكي الحلة كده بايديك الاتنين، اديها تقليبة كده عشان كل المكونات تندمج مع بعض، وتسيبيها الاول على نار عالية، وبعد كده تسيبيها على نار هادية. هتلاقي تنزل كل المية بتاعتها كل البهاريز بتاعتها. يا سيدي شايفة شكلها عامل ازاي؟ انا هنا ما ضفتلهاش من ولا نقطة مية، صدقوني والله ما ضفت فيها ولا نقطة مية. بتهدي عليها النار خالص وبتسيبيها تنزل المية بتاعتها والبهاريز بتاعتها، ومن كل وقت للتاني بتقلبيها عشان كلها تتساوى مع بعض، ما يبقاش جواها دم. شايفة شكلها عامل ازاي؟ ريحتها حلوة جدا، ولا الشوربة بتاعتها في منتهى الجمال. هنطلع بقى الفراخ بتاعتنا على الصينية الحلوة الجميلة القمر المسكرة دي، وتعالي نشوف هنكمل الوصفة بتاعتنا ازاي. هناخد شوية خضار من اللي هو كنت سالقينه ومقطعينه مع الفرخة، وهنضربهم شوية كده مع في شفشق الخلاط مع شويه من الشوربه، وهننزل بهم على الفراخ بتاعتنا زي ما انت شايفه كده، وهنوزعها كده. عايزه اقول لك ان طعمها بيبقى حلو جدا اما انت ما بتسلقيها، وتغيير وبيبقى دخليها تحت الشوايه، هتطلع معاكي متحمره ومتأمره وطعمها وريحتها جدا حلو قوي. وشويه الشوربه اللي فاضلين منها بيبقوا مركزين وطعمهم زي السكر، وشويه الخضار مسكرين مسكرين مسكرين. والسلام عليكم.